أهلا بيكم في بودكاست كلام كتير. دايما بنحلم أحلام وما بنعرفش نفسرها، لكن دايما بنتخيل إنها الحلم ممكن يتفسر عن طريق السوشيال أو عن طريق أي حد ممكن يفسره لنا. هل هو ده خطأ ولا صح؟ وهل الحلم ده مربوط بحاجة إحنا ممكن نكون شُفناها قبل كده، والّا نكون إن إحنا عالق في ذهننا، أو إن إحنا محتاجين نفسّره صح أو غلط. معانا النهارده مفسّرة الأحلام مليكة أيمن، بنت سيرين. أهلًا وسهلًا بحضرتِك، مساء الورد عليكِ يا هبة وعلى كل المتابعين. منوّرانا. حبيبة قلبي في وجودِك. البداية خلّينا نعرف هل تفسير الحلم بيكون عن خبرة إمم. والّا دراسة؟ لإن كُلّنا بقينا نفسّر، تمام. واحد شاف حاجة ده أنا شُفت إمم. كذا، ده أنت كذا، فممكن إن إحنا ييجي في ذهننا إن الحاجة دي وِحشة أو حلوة، لكن هل ده خبرة والّا دراسة؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم انطق لساني دائمًا بقول الحق. أول حاجة تفسير الرؤى والأحلام لا خبرة ولا دراسة، هو هبة من عند ربنا وإلهام من إمم، عند الله سبحانه وتعالى. طبعًا لإن الرموز مش ثابتة على كُلّه، يعني كدلالة إن الرموز مش ثابتة على كل الناس، بدليل هادّيكِ دليل بسيط أوي، رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة أمّا والسلام. كان بيعبّر الرؤى، ف سيدنا أبو بكر الصديق قال له: "اتركها لي أفسّرها يا رسول الله." عليه الصلاة والسلام. فسّرها وسأله: "أنا إيه رأيك في التفسير؟" قال له: "أصبت في بعض وأخطأت في بعض." فلمّا طلب منه رسولنا الكريم سيدنا أبو بكر لمّا طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: "طَب أخطأت في إيه؟" يعني حَب يعرف. قال له: "لأ خلاص." ما رضاش يدّي له أي إجابة ولا يعلّمه إيه اللي أخطأ فيه. ودي كده تعتبر هاقول لِك كده كفى، إن ده خلاص ده الرَد الأساسي لأي حد بيقول أنا تفسير الرؤى دراسة وأكاديمية والحاجات دي كلّها. رسولنا الكريم وقّف عند النقطة دي عليه الصلاة والسلام وقال: "لا تقُص رؤياك إلا على حبيب أو لبيب." حبيب ما قالش حد عالم في مجال تفسير الرؤى، ما قالش حد دارس، ما ادّاش اللقب. حبيب أنا ممكن أنا باحبِّك يا هبة، يبقى أنا حبيبتِك هافسّر لِك، والدتي، أختي، لبيب اللي هو الحد اللي ربنا بيصطفيه بالحتّة دي، بيختصّه بتفسير الرؤى فقط، اللي هو الإلهام اللي بيرزقه بيه، والله أعلم. لكن إحنا ما ينفعش إن إحنا نكون حلمنا حلم إمم. ونروح مثلًا لأي حد كده يفسّره. لأ غلط جدًا، جدًا، غلط جدًا. يعني في إشارات كتيرة يعني من رسولنا الكريم برضه عليه الصلاة عليه والسلام، الصلاة والسلام. أنا ماشية على النهج جدًا ده بتاع السنة. إن الرؤية على رجل طائر أو قدم طائر، فبتقع. طيب هل كل واحد بيفسر الرؤية حد هيقولها له هتقع؟ لأ. يعني مع خبرتي وإن أنا دخلت في المجال ده أوي أو ربنا ألهمني بيه أوي، إمم. عرفت إنها لأ، ما بتقعش عند التفسير إلا إذا كان التفسير الصح. طَب إمتى بقى نعرف إن المفسّر ده بيتكلّم صح والّا غلط؟ إمتى دي بقى أنا هاقول لِك حاجتين 2. أول حاجة أنا دايمًا باقول لمتابعيني استخيروا ربنا في المفسر، قبل ما تفسر رؤيتك، لإن الرؤى يا هبة دي بتغيّر مسار رأي، بتغيّر مساره، يا بتدخّله إمم. في mood حلو أوي، يا ممكن يكتئب جدًا، أعوذ بالله، وأوقات بتاخد قرارات مصيرية بناءً على الرؤية. وممكن إحنا نفسّرها لنفسنا إن إحنا شُفنا حاجة آآ وِحشة، ي قايم متضايق، قايم مخنوق، في ناس بتاخد فنحس إن القرار من إحنا دماغها فعلًا، وده آه، غلط، إن هُم يقعدوا يفسّروا لنفسهم بيطلع غلط. فأنا دلوقتي أول حاجة باستخير في المُعبّر. تمام. تاني حاجة يعني بُصّي، أمّا ييجي المُعبّر قدّامي مثلًا يعني ادّاني سؤال ولقيت السؤال ده ده داخل أوي في الحتّة بتاعتي اللي المُعبّر أصلًا أنا ما قُلتهالوش وطلع سؤاله في محله صح، يبقى أنت كده تسمع المُعبّر ده، إمم. والله أعلم. طَب إيه رأيِك في الناس اللي أمّا بتصحى من النوم حلمِت حلم اهم. تجري على النت إمم. وعلى السوشيال، أنا عن نفسي وChatGPT أيوه ChatGPT. بقى المنافس أيوه دي دلوقتي، فعلًا دي حقيقة، كُلّنا دلوقتي معانا ChatGPT آه. بنقعد نكتب له الحلم أو أي حاجة عامةً أنا يعني. جرّبت ChatGPT بناءً على كلام المتابعين، آه. لمّا مش عارفين نوصل لِك يا دكتور مليكة أو كده، قُلت لهم: "طَب تمام إحنا بنروح لChatGPT." قال لكم إيه، فرُحت داخلة له، قُلت بقى أشوف كده أحُط لقيته بيتكلم بطريقة نفسية، عارفة؟
آه. كطِب نفسي، أنت كنت متأثّر، أنت كنت كذا، أنت لكن كتعبير رؤية من بشر لبشر كده عشان يقول لِك أنتِ ممكن إيه الأحداث اللي ممكن ربنا بعت لِك الرؤية دي حذّرِك منها، لأ ما بيقولهاش، آه. هو كُلّه بيلعب على العامل النفسي، فطبعًا غلط. طَب اللي بيروحوا على جوجل بيخش على جوجل. غلط، لإنِّك أنتِ الرؤية زي البصمة، ممكن أنتِ تشوفي رؤية، أنا أشوف نفس الرؤية. إمم. ممكن 2 توأم يشوفوا نفس الرؤية، بس كل واحد على حسب حاله، يعني ده فهي زي طريقة وده بصمة، زي طريقة. بصمة إمم. اليد، إمم. ما ينفعش، ما ينفعش ده زي ده وده زي ده، لأ، غلط كده. وبرضه هو على النت بنلاقي برضه حاجات معيّنة، يعني اهم. مثلًا شُفت كذا يبقى كذا، كذا يبقى كذا، لكن هي تفسير آه، الحلم ماشي إزاي لأ أو ما متجه إزاي. بالضبط، لأ ما آه. لوش علاقة، في مثلًا في رموز، يعني أنا عندي مثلًا مثبّتة رموز ثابتة، أقول لهم الرمز ده يا جماعة ثابت، ثابت لمين؟ ثابت لكل الناس، رمز، مجرد مش رؤية، يعني ممكن الرمز دوًّا مع رؤية تانية يختلف مع حد، إمم. يعني كانت من ضمنها مثلًا دايمًا أقول ال10 دي رمز الصداقات، الإيه؟ الرقم 10 رقم 10. اللي يشوفه في رؤية ده رمز الصدقة، آه. ده ثابت للكل، فعلًا تيجي تشوفي بيحلموا الرؤية تحسّي فعلًا فيها حِس صدقة من غير ما تفسّريها. أنا مثلًا حد الجرس رن عليَّ، الباب الشقة مثلًا سمعت الجرس وكان بابُص التوقيت المنبه لقيته لقيته الساعة 10. 10 10 إلّا 5 لقيت نفسي عايزة أتوضّى، طَب أنتِ بدأتِ تعملي حاجة حلوة، طَب 10 في تنبيه عشان أمرِك يكمل، في يعني أنتِ منتظرة خبر، يبقى علشان يكمل هتتوضّي، يبقى في باب صدقة، إمم. يبقى في صلاة وفي وضوء، أنا بادّيكِ كمثال كده يعني. إمم. طيب هل كل حلم ليه تفسير إمم. والّا العقل الباطن هو ممكن يصدّر لنا حلم إحنا نكون عايزين مثلًا نشوف حاجة معيّنة أو إمم. دلالة معيّنة، فالعقل آه. الباطن هو اللي يدّينا الحلم ده؟ تمام، طبعًا، يعني وارد وبنسبة 100% طبعًا، لإننا إحنا عندنا شِق نفسي كبير جدًا في تفسير الرؤى، إن إحنا ممكن حاجة تشغِل تفكيرنا جدًا، واحدة مثلًا تلاقيها عايشة في جواز مع حد بتحبه، والله لدرجة إن بيخلّفوا وبيسمّوا الأطفال إيه، فأنا باقول لك بنعيش قصة، ده كلّه من عقل باطن، يعني في حاجات يعني هي بتتمنّيها. هي هي بتحلم مثلًا إن إمم. هي اتجوّزت فلان ده أنا وخلّفت باحبه ده تحلم العقل قصة الباطن؟ كاملة، ده طبعًا. مش حلم. لا، 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 لأ، وفي حاجات كتيرة بتكون عندهم رعب منها، إمم. أنا خايفة مثلًا ابني يحصل معاه حاجة، خايفة من النتيجة، خايفة من سفر، بيشوفوا حاجات كتير وِحشة، الخوف بيأثّر علينا في التفسير كمان أو في المنام نفسه، بيدّينا إشارات سيئة جدًا، فأنا طالما أنا لازم أعرف حالة الرائي إيه قبل ما ينام، فزي ما قُلت لِك هو الموضوع كلّه داخل في الشِق نفسي كمان، إمم. يعني هاقول لِك بنسبة كبيرة جدًا في شِق نفسي في تفسير الرؤى. ساعات ناس كتير أوي طبعًا أكيد حضرتك بييجي لِك استفسارات طبعًا. وأسئلة كتير، هل ممكن تطمني الشخص لو إمم. الحلم أو الرؤية فيها مشكلة أو فيها صدمة أو فيها حاجة هتحصل له آه. حقيقية وِحشة، آه. بتطمنيه والّا آآ بتقولي له كده في لأ، مش وشه؟ طريقتي. ما باعرفش أحدف لأ، ما ينفعش. يعني يعني بشِّر ولا تُنفِّر، يعني ده كلام رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام. فهي دي طريقتي في التفسير، إن أنا لازم أطبطب على اللي قُدّامي. أنا باحس بيهم أوي يا هبة، يعني فوق ما تتخيلي. أنا لمّا أشوف الرؤية جاية وصعبة، بادّي الإشارات التحذير. أول حاجة باقول استعيذ، بس ممكن نعمل كذا، بلاش الموضوع ده دلوقتي، بلاش كذا، طب لو في سفر لأ بلاش، طب بُصّي لازم أدّي إشارات، إحنا داخلين مثلًا قضية قانونية، لأ طب ممكن نشوف محامي تاني، حاجة طبية، طب كذا، نعمل كذا، طب يعني لازم سبحانك يا رب، سبحانك يا رب الإشارات اللي بادّي فيها نصايح، لإني أنا شايفة بتحصل؟ الشخص ده رايح على إيه، إمم. فلازم أبدأ أحذّره من الحتّة دي. ولازم يستعيذ، إمم. وفعلًا في ناس بتاخد بالتحذير وربنا يرفع عنها الضرر ده، يستعيذ ويتصدق وربنا بيرفع عنه الضرر، لكن أنا أقول الكلمة كده في وش الشخص ده أنا هادمره نفسيًا، وده اللي بييجي لي، إمم. يعني أنا في حد كده يعني مش حد ده كتير، في حد فسّر لي إن أنا هاموت، في حد فسّر لي إن مش عارف إن ابنها هيحصل له حاجة، في حد فسّر لها تفسيرات كلّها وحشة جدًا، فلمّا باجي بقى أقعد آخُد وأدّي معاهم كده ألاقي التفسير في حتّة تانية خالص، ولو لقيت التفسير فعلًا سيء، لأ بادّي النصايح، إمم. لازم هادّي النصايح اللي بتطبطب على الشخص ده.
وإن شاء الله يعني أنا الحمد لله متابعيني كلّهم ما شاء الله مطيعين، يعني أو يمكن يكون ثقتهم فيّا كبيرة الحمد لله بفضل ربنا طبعًا، فبيسمعوا للنصيحة وربنا بيكفيهم شر أي حاجة وحشة بفضل الله تعالى. طيب لو إحنا مثلًا حلمنا حلم وفضل يتكرر معانا إمم، كذا مرّة وفضل يعني في ذهننا إمم. دايمًا، ده ليه دلالة معيّنة؟ شوفي في حاجات لها دلالات نفسية، وفي حاجات بتقع. من أسوأ الرموز اللي كانت وقعت، كان في حد دايمًا يشوف نَفْسه إن بيمشي على إيده ورجله، بيقول لي دايمًا باتشبّه بالحيوان، وبابقى سريعة أوي، واطلع سلالم وانزل سلالم، فبيقول لي بيتكرر معايا. طيب منام زي ده قالوا له إيه بقى، ده أنت هتتمكن من الدنيا. هتتمكن من الدنيا وهتبقى قالوا له نبّاش، حاجة زي كده على ما أتذكّر الجملة، يعني هتاخد اللي ليك واللي عليك، مين يعني اللي قالوا له، حد فسّر حد له؟ من المفسّرين آه. فطبعًا كان كل الكلام إن هو شخصيته هتبقى سيئة جدًا وهيستحل الحلال والحرام، العاطل مع الباطل بياخدوا إيد ورجل. فقُلت له: "الرؤية دي بتتكرر معاك؟" قال لي: "آه." فأنا قُلت له: "استعيذ." قال لي: "أنا مش وِحِش، يعني حضرتك شايفة إن أنا هابقى في يوم من الأيام كده مع النفس أمّارة بالسوء يا دكتور؟" إمم. قُلت له: "لأ، أنت مش كده، استعيذ." شافه تاني، استعيذ، تالت. أنا شايفة إن المنام يعني إصابة، شايفة هتحصل المنام له إصابة. آه. إصابة، وللأسف حصل، بس أنا ما فسّرتهاش، أنا كل اللي كنت باقول له عليه خُد بالك من نَفْسك، استعِذ من الحِلم، طلّع صدقة، اكثر من الاستغفار، لو ليك بتسوق بلاش، يعني حاولت إن أدّي له تحذيرات بس الرؤية اتكرّرت، هو قدر، قدر، إمم، قدر، إمم. قدر واقع فيه، فبعدها يمكن بسَنة كلّمني وقال لي: "يا دكتورة إن هو إيه، عمل حادث وحصل له فعلًا شلل." فقُلت له: "إيه رأيك؟" بس شوفي بقى لازم أطبطب عليه، طبعًا إمم. كان مُنهار، قُلت له: "إيه رأيك والّا تبقى نبّاش وحرامي وسارق وتبقى عند ربنا في النار والّا الوضع بتاعك ده؟" بُصّي أنا أنت هاعيط كده لإن ده ربنا يعني خلّاك قريب منّه أكتر. إمم. هو بكى، فعلًا. بكى، والله يعني بجملة كده قالها لي: "آجي لِك أبوس إيدِك ورجلِك، أنتِ خلّيتيني من حتّة لحتّة تانية." قُلت له: "يعني اللي فسّروا لك وقالوا لك أنت هتبقى كذا، عسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم." إن هم قالوا لك إن أنت هتبقى وِحِش وحرامي وسارق وفيك كل العيوب وكل الحاجات اللي مش كويسة، أنا أقول لك اشكرهم، لإنّهم هم كبّروا لك الموضوع أوي إنّك أنت هيبقى عليك غضب كبير أوي من عند ربنا، خير، شوف أنت دلوقتي لمّا وقعت في كده، لأ ده أنا أهون ما أكون كذا، أمّا أكون مذنب، أمّا أكون آخرتي النار، أنت دلوقتي هتعمل إيه؟ قال لي: "هاشكر ربنا وهاصلّي." قُلت له: "هو ده، طلوعك بس. وصعودك خلّيك بقى اللي أنت فيه دوّة كده خلّيك مع القرآن الكريم والاستغفار بتاع ربنا، وإنّك أنت تحمد ربنا إن أنت ما وقعتش في الشر التاني، اللي هو الذنب العظيم اللي كنت هتبقى فيه لا قدّر الله." طيب في ناس دي كانت حاجة قاسية أوي فعلًا حاجة قاسية إمم، جدًا. طيب في ناس مثلًا بتصلّي صلاة الاستخارة وتبقى مثلًا عندها اختيارات وتصلّي الاستخارة وتستنى حاجة معيّنة أو تستنى رؤية معيّنة إمم، وتصحى من النوم تبقى تفضل تدوّر في إمم، كل حاجة. إمم، هل ده صح؟ وهل الرؤية اللي شافتها دي ده رؤية إمم، من الصلاة إمم. والّا من برضه العقل الباطن؟ هو وإيه مبدئيًا كده الدلالات لأ إن هو إن صلاة الاستخارة دي اتحققت فعلًا؟ لإن فعلًا في ناس كتير أوي بيصلّوا صلاة استخارة وما بيعرفوش إن إيه الدلالة اللي أنا هالاقيها في الحلم إذا كانت هو كويسة والّا وحشة. طيب هاقول لِك، هو أول حاجة صلاة الاستخارة ما جاش عليها بند إن أنا أشوف رؤية، ما فيش حاجة مُثبتة لكده، إمم. ولكن الاستخارة يا بتيسير الأمر في الواقع، يا بتعثُّره. طيب في ناس بتطلب رؤية من ربنا يعني عشان كده باقول لك إيه الدعاء، اكثري من الدعاء. فأنا طبعًا يا رب ارزقني علامة، ارزقني رؤية صادقة غير كاذبة بالأمر ده، دي حاجة بقى إيه إحنا بنتمناها من ربنا، لكن ما فيش أي دلالة بعد الاستخارة إن أنا أشوف رؤية خالص ما فيش. فطبعًا في ناس تلاقيهم إيه، أنا عملت استخارة في حد شاف لي رؤية، ييجي يقول لي أنا شُفت لِك كذا، 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 إمم. آخد بيها طبعًا.
لإن هو ما كانش يعرف إن أنا كنت باستخير للموضوع ده، وربنا رزق الرؤية وجات لي برسالة عن طريق حد، لكن ما فيش حاجة مثبتة إن أنا أشوف رؤية بعد الاستخارة أبدًا. في ناس تقول لك حصل لي الاستخارة 3 أيام، لأ يا جماعة صلّوها 7 أيام. لأ، ما فيش حاجة مثبتة بكده، ولا إن أنا أشوف رؤية للموضوع ده أبدًا، ما فيش. لكن ممكن تشوفي ممكن، بس اكثري من الدعاء إن أنتِ تشوفي رؤية. لكن الإحساس اللي بعد المنام، أنا حاسة بإيه، الموضوع ماشي والّا لأ، بيُقف والّا مستمر، بس هو ده اللي أنا باخد بيه. طيب بالنسبة للمتوفّي، ناس اهم، كتير أوي مثلًا بتحلم بأي حد من العيلة يعني متوفّي، ده ممكن يوصل لها رسالة؟ إمم. المتوفي أوقات بيجيب رسالة للرائي، هم خلاص يعني حياتهم بكل شيء ليهم انتهى في الدنيا، ولكن ربنا سبحانه وتعالى علم الغيب ده مهما وصلنا من علم مش هنوصل له، عشان ما حدش يقول ده المتوفي ده كان وِحِش أوي في الدنيا، وشوف بقى ده أنا كل شوية باشوفه بيتعذب، المتوفي ده كان كويس أوي في الدنيا، ده أنا كل شوية مش عارف باشوفه فين. بُصّي أنا ما باخدش بالحاجات دي خالص. طب إمتى يبقى اشتياق للمتوفّي؟ إحنا عقلنا الباطن ممكن نشتاق للمتوفي ونشوفه. إمم، عادي جدًا، يعني إحنا مثلًا لمّا نيجي نقول لك طَب أنا عايزة أشوف الرسول عليه الصلاة عليه والسلام، الصلاة والسلام. اكثري من الذكر الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم كتير جدًا، واتمني إنِّك أنتِ تشوفيه أو أنت تشوفه هتشوفه، طيب حتى لو هتشوف ضوء ليه أو إشارة ليه هتشوفه. طب إحنا برضه بنخاف أوي، أوي لمّا المتوفّي ييجي لنا، إمم. يعني في حاجات كتير أوي ممكن نشوفها يعني أو دلالات كتير أوي ممكن نشوفها ونخاف ما هي أو بتبقى في نفرح. طب رسايل. الدلالات بقى اللي هي مثلًا لو حد ادّاني حاجة إمم، إمم. هو خَد منّي حاجة، قال لي تعالي معايا، لإن بيخافوا من في تعالي دي في تعالي حلم إيه، فعلًا يعني حد متوفّي جِه وقال يالّا تعالَ معايا وهات فلان معاك، إمم، تمام. ده كده ده خوف؟ لأ هاقول لِك، في أوقات دلالات فعلًا لحاجة معيّنة. المتوفي أمّا ييجي مبتسم بشارة للرأي، كأنه بيبشّرك بحاجة حلوة جاية لك، حاجة طيبة جاية لو لك، جِه حاجة مبتسم، ده لو جه مبتسم. تمام. لو ادّى له حاجة كل ما كان يدّي له حاجة من الحاجات الجميلة في الدنيا أو اللي أنا باتمناها، بس ما يكونش لبس للميت، ما يكونش لبس قديم للميت، فطبعًا ده كل دي رموز طيبة جدًا. المتوفّي يدّي له لبس يدّي مثلًا منّه هو للرائي لبس، لكن ما يكونش مثلًا جلابية الميت أو ويدّيها حاجة قديمة لصاحب الرؤية، بتبقى ده مش كده وِحِش. دي لأ، ما بتبقاش لطيفة. طب لو ادّى له أكل ده كله أو جِه خير. قعد كَل معاهم خير جدًا، ونام جنبه خير جدًا. طيب المشي مع المتوفّي، هو إمم، إمتى ما يُحمدش؟ لو الشخص ده على مشارف يعني مثلًا شُفتوا حد في مستشفى مثلًا وعلى مشارف الموت ومشي مع متوفّي، دي إشارة إن اقتراب أجل. لكن طيب لو حد سليم ومشي مع متوفّي، ما لهاش علاقة بالأعمار. ما لهاش علاقة بالأعمار وحطّوا تحتها كام خط. أنا جاي لي ناس من سنين شافوا رؤية زي دي وما شاء الله زي الفل، واتفسّر لهم المنام إن هم هيموتوا، اتقالت لهم كده في وشّهم من سنين، وما شاء الله تبارك الله أكبر يعني موجودين. إمم. يعني هو فماشي شاف المتوفّي معاه وفي وماشي مكان معاه، طب مجهول. ولو نادى طيب له أنا بقى فسّرتها بإيه، طب لمّا ينادي هادّيكِ له؟ دي، آه، طب هادّيكِ المؤشر في دي الأول، إمم، عشان بس للناس كلّها عشان ترتاح من الباب ده شوية. أنا بادخل على طول على حتّة المتوفي كان اسمه إيه، أحوال المتوفي إيه. اسمه بيفرق معايا في التفسير، إمم، وأحواله بتفرق للرائي كمان في التفسير. طيب أنا ماشية مع المتوفي في مكان مجهول، الرائي ده لو كانت أحواله كويسة في الدنيا يبقى أنتِ ماشية صح، أحواله كانت مش كويسة في الدنيا يبقى ارجعي نفسِك، ارجعي من الطريق اللي أنتِ ماشية فيه. إمم، طب لو أنتِ صح اتكلي على الله وتوجهي في الطريق اللي أنتِ ماشية فيه، بس أنتِ والمتوفي بس يبقى عليكِ بالكتمان، ما تقوليش. إمم، فدي برضه بتبقى حاجة يعني عارفة اللي هي بتبقى رسايل للرائي لازم ياخد بيها، لكن مش موت، مع طب إنها دي الحقيقة عايزين الوحيدة اللي في حياتنا يعني بس. عايزين نعرف علامات السحر اهم، والحسد، لإن تمام، كُلّنا بنشوف في الأحلام حاجات اهم، كده بنقول لأ، ده أنا محسود، تمام، لأ أنا مسحور، إمم. فإيه العلامات؟ مبدئيًا هو السؤال ده طبعًا الناس كلّها بتمُر بيه، لإننا إمم، كلّنا مرّينا بحسد، كلّنا أغلبنا مرّينا بالسحر، وفي ناس طَب أنا ما باعملش حاجة وِحشة في حد، ليه يحصل لي كده؟ النَفْس دلوقتي بقت وِحشة، الناس دلوقتي بقوا يعملوا السحر بالنسبة لهم بقى حاجة بسيطة وحاجة عادية إمم، جدًا. أصل أنا ناس بتكلمني تقول لي: "أنا عملت لفلانة أو فلان بالمحبة، ده حُب، أنا ما عملتش بالمرض." لا ده أنتِ بتمرضيه.
آه. فهُم شايفين إن الباب ده سهل جدًا ومش فاهمين إن ده حرام. لأ، ده يعني أنا نِفْسي الشيوخ فعلًا، شيوخ الأزهر يتكلّموا في النقطة دي، لإني أنا جالي الموضوع ده كتير. عملت بالمحبة، عملت بالوِد، عملت بالسفر، عملت إن أنا المدير ده مثلًا يختارني في حاجة وما يشوفش غيري، ما أنتِ وقّفتِ حال ناس تانية، إمم. وده كُلّه من السحر، شِرك بالله. طيب إيه بقى علامات السحر السؤال بتاعِك؟ هو أوقات في تشابه ما بين السحر وما بين الحسد. لمّا نشوف حشرات مختلفة، يعني مثلًا الصرصار مثلًا، الذباب، الحيوانات، بس نشوف كل حاجة دي العلامات إن أنا علامة. أعرف إن أنا مسحور أو هو محسود. ده لو في منام واحد آه. وشُفنا أكتر من حيوان مختلف، حيوانات أسود، والّا حشرات؟ أسود ما جاية لِك حالا، آه. أكتر من حيوان مختلف ومعاهم حشرات، ومعاهم حيوانات حيوانات وحشرة. وحشرات. آه، إمم. حشرات مختلفة. على ما نجيش مثلًا نشوف مثلًا صرصار مثلًا ونقول ده سحر. لأ، ده ممكن يكون حاجة تانية، نميمة من أشخاص سيئة، يعني مبوظين حياتِك تمامًا. لكن لو اختلط بقى مع حيوان أسود أو حشرات تانية، ده سحر، ده سحر. طيب في إيه تاني من الرموز اللي بتدل على الأسحار؟ الأماكن، التواليت والروث والحاجات دي كلها، بس لو الرأي شم الرائحة الكريهة. إمم. لكن لو كانت موجودة حواليه وهو عادي بيتخطاها، لأ، ليها تفسيرات تانية، ممكن تكون كمان تفسيراتها مبشرة. المهم ما يُصابش بالرائحة الكريهة أعوذ بالله. في ناس بتشوف إن في حد فعلًا بينفخ في لبسه، آه. فالنفخ ده آه، سحر، باب من أبواب السحر. الأقزام، تمام. دول بقى اللي يشوفهم في منام كأنك شُفت طب عشيرة من قولي لنا الجن دي. كده إمم، بسرعة كده، إمم، كام علامة كده إن السحر ده خلاص اتفك منّي، إمم. أو الحسد ده خلاص راح، ممكن أشوفه في الحلم فعلًا؟ طيب أنا طبعًا العلامات اللي بتدُل على خلاص السحر انتهى. وطبعًا عايزة بس أقول حاجة كمان، اسم مريم ما حدّش يشوفه في المنام إلا إذا كان لازم يحصّن نَفْسه. إمم. طيب أمّا آجي بقى في رؤية تانية، أنا ماشية على التحصينات بتاعتي وماشية على الأوراد وسورة البقرة، وبدأت ما أشوفش الحيوانات دي، وبدأت أشوف لبس أبيض، ده من علامات انتهاء السحر. مَيّة جارية، ده برضه من علامات انتهاء السحر. المطر نفس الأمر، إنِّك أنتِ تشوفي غيامة وبدأت الغيامة دي تختفي. أنتِ شُفتِ الاتنين في المنام، غيامة وبتختفي. طب لو شُفتِ بقى الحيوانات اللي أنا اتكلمت عليها والحشرات وبعد كده لقيتهم انقتلوا، ماتوا، إمم. يبقى كده أنتِ اتخلصتِ فعلًا من السحر. يعني الحاجات المؤذية اللي كنتِ بتشوفيها بدأت تتخلّص منها أو اتخلّصتِ منها. الدخان الأسود أمّا يتحول للون الرمادي، كده بتتخلّصي من السحر. ولكن نصيحتي إن أنا خلاص أنا جات لي علامات إن أنا اتخلّصت من السحر، هل أبطّل بقى الأوراد بتاعتي؟ لأ. خليكِ مستمرة، زيادة أمن وأمان ليكِ. قولي لي كده أغرب رؤية جات لحضرتك. هو أنا في رؤى كتيرة جدًا جات لي، ولكن هاقول لِك رؤية يمكن كان فيها استغراب تكون شوية. قوية. هي كانت أقوى قوية، رؤية. كانت قوية للرائية في تفسيرها كمان. يعني إمم. أمّا عبّرتها لها كانت تعبتها نفسيًا. إمم. كانت رؤية الغراب. الغراب. شافت غراب في رؤية، إن هي كانت بتأكّله، وبعدين يعني جاب غربان صغيرة يعني عنده، وبعد كده طار. فهي كانت واقفة في حيرة، وبعد ما كان ريشه أسود بقى أبيض. فهي شايفة إن الرسالة حلوة أوي، يعني ده بقى أبيض، كان غراب، يعني معنى كده دي أيامي بقى، قالتها بنفس الجملة كده. فسّرتها لنفسها. واتفسّرت لها، أيام سودا بتخلصي منها وعوض عظيم من عند ربنا. فساعتها أنا قُلت لها: "أنتِ عليكِ ذنب كبير." قالت لي: "قولي." يعني كده. قُلت لها: "عليكِ ذنب، أخطأتِ ذنب من الكبائر، وأنجبتِ أطفال اتنسبوا للزوج. طيب اللون الأبيض ده اوعي تقولي، ربنا أمر بالستر." هي انهارت. يعني الرؤية دي فعلًا كانت تأثيرها، يمكن أنا أول مرّة أقولها على المَلأ كده، لإنها يعني أنا استأذنتها على فكرة من الرؤية دي قبل كده، قالت لي: "أنا ما بادخلش باسمي وكده يعني." فقالت لي: "لأ قوليها." علشان في رؤى قالت ما ينفعش تتقال لأي حد لإنها فيها كشف ستر، ودي اهم. كانت فيها كشف ستر. طب ليه الغراب مشي؟ لإن الشخص اللي هي كان فيه خطيئة وكده فعلًا غدر ومشي فعلًا، وكان على سفر، سافر وسابها. وهي حد من الأطفال اتنسب للزوج عندها، قُلت لها: "ما تقوليش."
فطبعًا بقى طبعًا اللي بقيت ماشية فيه التوبة، دي كانت من الرؤى الرهيبة شوية، اللي فعلًا كانت ليها علامة صعبة على حتى صاحبة الرؤية نفسها في التفسير. إمم، عشان كده الرؤى ما ينفعش تتحكي لأي حد، لازم تكوني واثقة في الرأي اللي هيعبّرها لِك، لإنها فيها كشف ستر، إمم. والله أعلم. فعلًا الرؤية فعلًا صعبة جدًا، جدًا، إمم. وأي حد فعلًا إحنا بنقول إن ما مش أي حد يقول رؤية لأي حد يفسّرها له غير إن يكون حد واثق فيه. اتبسطنا جدًا مع حضرتِك النهارده، ونتمنى إن شاء الله يكون في حلقات تاني مع حضرتِك. وأنا مبسوطة جدًا باللقاء ده، وإن شاء الله الناس كلّها تستفيد، وفعلًا الرؤى مش أي حد يعني نقولها لأي حد، وربنا شكرًا، يوفّق الجميع بالرؤى المبشرة يا رب. ربنا يسترها علينا حبيبتي إن شاء إن الله. شاء الله. شكرًا جدًا ليكم، حلقتنا خلصت بسرعة من بودكاست كلام كتير، أشوفكم في حلقة جاية إن شاء الله.